السلام عليكم. مفيش حد موجود دلوقتي. طيب، اهلا بيكم في القناه الجديده، وهي دي بدايه التي جي، او نقدر نقول عليها ذا جيرني. احنا هدفنا من القناه او من التغيير الجديد، يعني نفس الهدف اللي بتاع كل مره، ان احنا بنحاول ننقل معلومات تفيد الكل، وتفيد تفيد اي حد بيتفرج علينا. يعني هي كمحاولة للمشاركة، وهو في نفس الوقت برضه في بودكاست وفي زي بلوج أو حاجة بنشارك عليها دايما التطورات أو الحاجة اللي بتحصل، تمرين أيا كان، ومحتوى. وفي البودكاست زي ما احنا متعودين، وهو هيكون بنفس الطريقة. هيكون في أول حاجة، في الأول وفي الآخر هو بيكون فيسبوك لايف، وبعدين الحاجة دي تتسجل وتتنقل على يوتيوب. القناة اللينك بتاعها موجود في بوست بيند، موجود على القناة بتاعتنا، موجودة في بوست بيند على الفيسبوك، وموجودة على الانستجرام برضو. فدي أهم حاجة احنا كنا عايزين نشارك معاكم البداية كفيديو، كانترودكشن على فيسبوك. هو ده تاني زي ما قلت قبل كده، هي هتبقى غرضنا الأساسي إن احنا نشارك معاكم أي حاجة جديدة بنقدر نستفيد بيها، بنشارك بيها هنا. بودكاست، محتوى، يعني بنحاول قدر الامكان ان احنا نوصله بشكل كويس، وتبقى الدنيا كلها واضحه للكل، يعني كمحاوله للاجتهاد. طيب، هنتكلم عن ايه النهارده؟ هو حتى الان النهارده ما فيش حد موجود، فاحنا ممكن ناخد موضوع سهل وبسيط ودايجستبل، او الشخص يقدر يعني يستوعبه بشكل سهل. فهنبدا النهارده ببعض الحاجات، او بعض الحاجات اللي ممكن الواحد يشوفها بشكل متكرر في الجيمات، او يعني متكرر عموما، او بعض الكيوز، او بعض الحاجات اللي ممكن تكون الى حد ما مش افضل حاجه، ان هي تكون حاجه كوتشبل، او حاجه تكون آم، تستمر عليها مع الوقت، او حاجه تكون ككيوت بتقوله للناس كمحاوله لتحسين الحركه. وهو ده بالعكس، هو بيسوقها مش بيحسنها، يعني ده ممكن يرجعه ستيب باك، مش يطلعه ستيب فورورد، او مش يطلعه خطوه لقدام. طيب، تعالوا عشان نبدأ نتكلم عن حاجة زي كده. فاحنا عايزين نعرف الحركات بتاعة البلفس او الحوض بتاعنا عامل ازاي. واحنا في الاساس، هو الحركة بتاعت النهارده هي تب بيتقال على الحوض، وبيأثر على الابر بادي واللور بادي بالتالي، يعني بيأثر على اللور بادي والابر بادي بالتالي بالتبعية. الكيو ده متكرر عند اغلب الناس، او اغلب الناس لما بتعوز تبقى فاكره ان في بوستشر او في وضعيه من الوقفه او من القعده صحيحه لازم تعملها، فهو بيلجأ للبوستشر ده، او بيلجأ للوضع ده، او الاورينتيشن ده. الاورينتيشن ده بيحد من الريلاتيف موفمنت بتاعت الجوينت، او بتحد من الحركه بتاعت المفصل ككل، وبالتالي بيحطك في ريستريكتد، في وضع ريستريكتد، بيحد من حركتك بشكل عام. فاحنا عشان نتكلم عن ده، فاحنا اول عايزين نعرف بعض الميكانيكس، او بعض الحاجات اللي بتحصل ايه في المفصلين الحوض والكتف. لحظه واحده عشان نفتح اللابتوب ونشارك الموضوع ده. احنا اول حاجه عايزين نتكلم عن الابر بودي واللور بودي. بالنسبه للابر بودي، فاحنا عندنا عايزين ناخد مبدا ان السكابيلا عندك، او لوح الكتف عندك، بينام على الريب كيج، او بينام على السكابيلا بتنام على الريب كيج، او لوح الكتف بينام على القفص الصدري بتاعك. يعني القفص الصدري بتاعك، لو تخيلنا ان ده القفص الصدري زي البرميل، نايم عليه السكابيلا، بيكونوا حاجه زي كده. دي اللي بيتحرك ايدي، دي هي السكابيلا، وده هو الريب كيج. فانت عندك السكابيلا او لوح الكتف بيتحرك على الريب كيج اثناء الحركه بتاعه الشولدر ابدكشن. و نحاول نعمل انفايت لاي حد. ماشي، عامه بتحاول تعمل لما بتيجي تحرك السكابيلا، فهي المفروض بتعمل لها، بيحصل لها جلايدنج على الريب كيج في حركات زي الشولدر فليكشن، وحركات حركات زي الشولدر ابدكشن والشولدر فليكشن. الشولدر ابدكشن انت بتبعد كتفك عن جسمك، او بتبعد يعني دراعك عن جسمك، والشولدر فليكشن انك بتعمل الحركه دي، او بتعمل فليكشن للشولدر. طيب، فانت عندك الحركات دي بيحصل على حاجات بس. صباح الخير يا استاذ احمد، ايه الاخبار؟ فانت عندك الحركه دي لما يعني مثلا الشولدر فليكشن ده اللي متحكم فيه عضلات بتبقى اكتفلي موفمنت، او بتتحرك بشكل اكتف، او بتتحرك بشكل بتتحرك انت اللي بتحركها، وعضلات تانية بتبقى باسفلي موفمنت، او حركات تانية، او عضلات تانية بتكون في وضعيه ستريتش، او عضلات تانية بيحصل لها ستريتش. وده مش موضوعنا قوي، ولكن هو احنا عايزين بس نوضح الموضوع عشان هننتقل لنقطه ثانيه بعدين. اللي بيحصل بعد كده، او الحاجه اللي بتبدا تترتب عليها، ان اللوس اوف ريلاتيف موفمنت، او اللوس اوف، او الاورينتيشن اللي انت تحط نفسك فيه ده، هياثر على ايه بعد كده. طيب، لحظه واحده كده نفتح
السكرين اللي هنشارك من خلاله الايه الموضوع ده. مثلا بيقول لك يعني هو الكيو من الاخر هو افرد ظهرك. وافرد ظهرك ده ازاي؟ دايما تلاقيه بيقول ان هو انت رجع الحوض بتاعك لورا. بتعمله ازاي؟ اللي هو بيقول لك دايما وانت بتلعب اي شكل زق الحوض بتاعك لورا، انك بتبقى واقف عامل كده. بتلعب تراي اعمل كده، بتلعب سكوات يقول لك اعمل كده. دي اسوأ حاجة انت ممكن تعملها لما تيجي تتمرن. دي من اسوأ الحاجات اللي ممكن تعملها لما تيجي تتمرن. ده بيحد من الريلاتيف موفمنت بتاعت الجوينت، بتحد من الحركة اللي بتحصل على مستوى اللي بتحصل على مستوى مفصلين مع بعض مثلا، او على مستوى عظمتين مع بعض. بتقفل مساحات. هنفهم برضه ده بيحصل ازاي. لحظة واحدة كده. فاحنا اول حاجة هنتكلم عن الهيب فليكشن ارك موديل. وهنتكلم يعني بعد ما هنتكلم عن الهيب فليكشن ارك موديل، وهنتكلم على الشولدر ميكانكس. هما الاثنين يعتبروا قريبين من بعض. الكتف والحوض الاثنين برضو يعني حركتهم قريبه من بعض، ويعني وعظمتين. يعني انت عندك الفخذ، فهو الاستابيلم او الفتحه بتاعه الهيب جوينت، او الفتحه بتاعه الحوض اللي بيخش فيها الهيد اوف فيمر، او بيخش او بيعشق فيها الراس بتاعه الايه، بتاعه الفيمر، او الراس بتاعه عظمه الفخذ. بتخش فيه الحوض، بيخش فيه الاستابيلم، وبيعملوا الهيب جوينت او مفصل الحوض. عندنا برضه نفس الكلام. احنا عندنا هنا الجلوت فوسا بيخش جواها راس الهيمرس، وبيعملوا الشولدر جوينت. الشولدر جوينت مرتبط بالريب كيج، يعني مفصل الكتف بتاعك مرتبط بالريب كيج او مرتبط بالقفص الصدري بتاعك. حركتهم هما الاثنين بينفلونسوا بعض. يعني اللي بيتاثر هنا او اللي بيتاثر على، لو في حركه ليميتيشن في حركه الريب كيج، هتاثر لك عموما على حركه الشولدر. وصلت؟ بس على الناس اللي في اللايف، حسين وعبد الرحمن، دول زمايلي في الكليه. ازيكم يا شباب؟ طيب. فاول حاجه احنا كنا عايزين نقول هيب فليكشن ارك موديل. ماشي، حلو ده. ده الكوبي رايت للبيج بتاعت اللي انا هقول. ده الكوبي رايت للقناه بتاعت الدكتور كونر هارس. فهو من اكتر الناس يعني اللي ساعدت الواحد جامد في الجزء ده من حيث المحتوى بتاعه اللي بينزله. الواحد استوعب الموضوع ده جامد بعد المحتوى بتاعه. طيب تعالوا نمسك بس اول حاجه الايه الهيب فليكشن ارك موديل. انت الهيب فليكشن ايه هي اصلا؟ حركه الهيب فليكشن ان انت بتجيب الفخذ بتاعك بترفعه لفوق، بترفع الفخذ بتاعك فوق. فدي هي حركه الهيب فليكشن. دي حركه الهيب فليكشن، انك بترفع الفخذ بتاعك لفوق. انك هيب فليكشن اللي هي الحركه، لحظه كده نجيبها برضو من على جوجل. يعني هي بتتعامل عن طريق حاجتين: ان انت تحرك الجذع بتاعك على قدام، او تحرك رجلك لفوق. هما الاثنين هما بيتسموا بمستوى يعني بمسمى الهيب فليكشن. عايز برضو اجيب صوره عشان نبقى احنا كلنا على نفس الخط. هي تعتبر النهارده تعتبر محاضره زي بسيطه، او زي حاجه بسيطه بنقدر نتكلم عليها، يعني تمهيدا للحلقات اللي بعد كده. والناس اللي بتسمع اللايف، هو احنا دي اول حلقه بتاعتنا من تي جي او من ذا جيرني. احنا عاملين القناه دي، او عاملين اللايفز اللي بتحصل دي هي بطريقتنا المعتاده، ان احنا بنعمل الحاجه لايف على الفيسبوك وبتتنقل على اليوتيوب. وهي الغرض من القناه بتاعتنا دي ان احنا نحاول نشارك بعض المعلومات وصناعه محتوى، صناعه محتوى لعله يكون مفيدا للناس، يعني للكل يعني. وصباح الفل. طيب. كنت مش عارف ليه بدور على هيب فليكشن اكستنشن، يعني مش عارف ايه الاوفر ده، مع اني لو كتبت هيب فليكشن هلاقيها بكل سهوله. ازيك يا كابتن طارق؟ ايه الاخبار؟ هيب فليكشن. طيب. ماشي. دي مثلا صوره كويسه للهيب فليكشن. لحظه واحده كده. دي حركه الهيب فليكشن، ان انت بترفع عظمه الفخذ بتاعك لفوق. ده الهيب فليكشن، وعكسه الهيب اكستنشن. وممكن تجيب ممكن برضه نوضحها ان انت بتجيب الايه الجذع بتاعك، او مثلا دي حركه هيب فليكشن برضو. انت بتحرك الجزء ده او مفصل الحوض لفوق، او بتتنيه برضو، بنقول ان هو بيتني المفصل. وممكن برضو تقول ان هي هيب فليكشن بان انت بتحرك الجزء بتاع جذعك من فوق على الجزء، يعني بتتني المفصل الحوض، او يعني الهيب جوينت عن طريق ان انت بتوطي. فده هيب فليكشن. وان انت ترفع رجلك زي هنا كده، ده هيب فليكشن برضو.
ماشي. طيب احنا عندنا بقى زي ما قلنا في الاول، انت عندك البلفس او عندك عظمه اللي هي بيقولوا عليها الحوض او الفخذ، بيعشق جواها الراس بتاعت العظمه اللي هي الفيمر، بتخش جواها. واثناء الحركه بتاعه الهيب فليكشن دي بيحصل بعض الحركات المصاحبه ليها على مستوى العظمتين، على مستوى عظمه الاليوم وعلى مستوى عظمه الفيمر. بيحصل حركات مصاحبه لبعضها. يعني مثلا اثناء الهيب فليكشن، فانت عندك الهيب فليكشن ده من صفر لبعد 120 او لبعد 110. اثناء كل حركه من دول بيحصل حركتين مع بعض. تعالى مثلا ناخد على مستوى الهيب او على مستوى الجزء السفلي. اثناء الهيب فليكشن من اول صفر لغايه 60 درجه من الهيب فليكشن، ده بيكون اكسترنال روتيشن بايز. يعني ايه اكسترنال روتيشن؟ يعني انترنال روتيشن. اكسترنال روتيشن انك بتلف عظمتين الفخذ لبره، وانترنال روتيشن انك بتجيب عظمتين الفخذ لجوه. اكسترنال روتيشن وانترنال روتيشن. فهم انت عندك على مستوى الهيب فليكشن او على مستوى تاني المفصل ده بيحصل مختلف من حركات الايه الانترنال والاكسترنال روتيشن. طيب من صفر ل 60 هو بيكون معتمد على اكسترنال روتيشن. والاكسترنال روتيشن ده مش بيحصل على مستوى حاجه واحده بس، هو بيبقى مصاحب على مستوى اكتر من مفصل، على مستوى اكتر من حاجه، على مستوى يعني بيحصل فيمورال اكسترنال روتيشن، بيحصل معاه كاونتر نيوتيشن على مستوى البلفس، وبيحصل معاه اكسترنال روتيشن على مستوى التibia، وبيحصل معاه سوباينيشن على مستوى الفوت. فتعالوا نبص شكلها عامل ازاي برضو. يعني ممكن نقول اكسترنال، لا ممكن نجيبها من ايه، من مفيش حد في اللايف طيب يا جماعه. طيب ممكن نجيبها من الباوربوينت اللي كنت عامله. لو في طرقعه في المنطقه دي في الفخذ بيكون ايه السبب؟ ده ممكن يكون ليه اكتر من سبب. يعني ممكن يكون ليه اكتر من سبب. ممكن يكون ليه اكتر من سبب. طب انت بتحس بالطرقعه دي فين في بالظبط في المدى الحركي؟ وهل هي مصاحبه بالم ولا لا؟ هل هي مصاحبه بالم ولا لا؟ ممكن تكون يعني ليها اسباب كتير. بتحس بألم في المنطقة دي مثلا وانت بتعمل حركة معينة عند أي درجة من وانت رافع فخدك. هل انت اخد على الرينج ده؟ هل انت بتتمرن في الرينج ده كتير؟ ليها أكتر من سبب. ايه طبيعة يومك؟ ايه طبيعة حركتك على مدار اليوم؟ هل بتتحرك أصلا ولا لأ؟ هل بيظهر لك وانت مثلا مسخن كويس، ولا بيظهر لك وانت واقف أو جيت لسه بتلعب على طول؟ ليها أكتر من سبب. فلو مثلا انت حابب تفترض ان هو حاجه زي الهيب امبنجمنت مثلا، او ان انت حاسس ان انت الجزء ده فيه اختناق او المفصل نفسه مش عارف تتحرك فيه، فانت ممكن يكون عندك، فانت مش هنقول مشكله، مش هنكبر الموضوع ولا هنعظمه، ولكن احنا هنحاول نفكر بشكل ايه، بشكل على مستوى اكتر من حاجه. يعني انت مثلا ممكن يقول لك انت عندك يقول لك انت عندك عظمه الحوض او عظمه الهيب جوينت نفسه، او اسف البلفس مرمي اكتر في انتيريور بلفيك مثلا. ولكن ده بيصاحبه كمان، ممكن يصاحبه حاجه زي ان انت عظمه الفيمر معاها او عظمه الفخذ نفسها، مثلا العضلات اللي موجوده في الجزء الخلفي من جسمك سحباها في اكسترنال روتيشن، فده بالتالي بيخلي المسافه في اي حاجه برفع فيها الفخذ، ان كان مفروض او متني ماشي، في اي حاجه بترفع فيها الفخذ، لو اول ما بتيجي تحرك فخذك من على الارض بتحس بان انت الجزء ده بيعمل سنابنج او بيطرقع. ماشي، فممكن نقول ان انت مفيش وجع. ماشي مفيش وجع، ده طب ده انديكيشن كويس ان انت البين في الرينج ده ما فيهوش مشكله. طيب لو انت مسخن مثلا او انت جسمك سخن، هل فعلا بيبقى فيه برضه نفس الالم، او نفس الالم بيكون موجود معاك برضه؟ احنا ممكن نقول ان انت يعني على ابسط وناحيه واحده مش الاثنين، ما هو طبيعي احنا بايزد توورد ناحيه واحده بس. يعني احنا جسمنا في الاغلب بيكون مايل تجاه ناحيه واحده والناحيه التانيه مش مايل تجاهها، فبالتالي ده بيغير الميكانكس بتاعت الناحيتين. يعني انت صعب قوي تلاقي ان الناحيتين هما اللي بيطرقعوا او هما اللي بيعملوا سنابل، او انت بتعمل سكوات مثلا صعب بتلاقي دايما جنب واحد اللي انت بتشفت ناحيته، او جنب واحد هو اللي بتحس فيه بألم. فده ليه اكتر من سبب. فممكن على ابسط حاجه، على ابسط حل، تحاول قدر الامكان تمرن الرينج ده، تحاول قدر الامكان تمرن الرينج ده وتمرن يعني العضلات اللي موجوده في الجزء ده. يعني ممكن تقول ان انت بايست اكتر ناحيه الانترنال روتيشن، فبالتالي انت ليميتد في الاكسترنال روتيشن، لان انت اول جزء من رفعه الرجل بتاعتك بيكون محتاج اكتر اكسترنال روتيشن على مستوى زي ما قلت في الاول من 0 ل 60 درجه، فهو معتمد اكتر على مستوى الفيمر، او المستوى ان الفيمر يحصل فيها اكسترنال روتيشن، وكاونتر نيوتيشن على مستوى البلبس.
فبالتالي لو انت الميكانيكس دي مش موجوده عندك بشكل كويس، طب تعالى ناخدها بشكل تاني. هل مثلا لما تيجي تلعب طعن بيحصل لك نفس المشكله؟ هل لما تيجي تلعب سكوات في اول درجات انك بتتني رجلك بتحس بنفس المشكله؟ ماشي. فانا بقول لك حاول قدر الامكان تبدا تمرن الرينج ده، تبدا تمرن العضلات، او تبدا تمرن الاجزاء اللي انت عايز اول حاجه تعمل. يعني نقول ان انت عايز تعمل posterior expansion، وتعمل قدر الامكان آم، تقويه في العضلات، يعني تبقى دايما كاسب الرينج عن طريق الحركه. هناخد مثال ان انت مثلا تبدا تمرن الهيب فليكشن بتاعك، تبدا تمرن الهيب فليكشن عن طريق تمارين ريزيستد، بتريزيست الهيب فليكشن، بتاخدك في هيب اكستنشن. الضمه برضو ليها دور في ان هي تحافظ على الانترنال روتيشن بتاعك، او تحافظ على مستوى تحافظ على انك تحافظ على البلفيك ميكانكس بتاعتك، ان هي من اكتر العضلات اللي بتعمل ستابلايزيشن للجزء كله. وممكن على ابسط حاجه خالص انك وممكن ابسط حاجه انك تحاول قدر الامكان تتمرن اكتر في الاند رينجز اللي مش بتسبب الم. وطول ما هو الموضوع مش بسبب الم فهو مش مشكله. ممكن بس انت محتاج اكتر تاخد على الرينج، وممكن تكسب بعض الموبيليتي مع الوقت والموضوع هيختفي. موضوع الهيب مثلا، حاجه زي الهيب سيركلز دي ممكن تكون بتحس معاها بسنابنج. لما تيجي ترفع رجلك وتعمل دواير برجلك ممكن تحس ببعض السنابنج، او ان انت رجلك بتطرقع شويه. فانت ممكن تبدا تمرن الرنجات دي، تبدا تمرنها، تحط لها ريزيستنس فعلا. بالفعل تبدا تحط ليها تمارين مقاومه فعلا، انك تبدا تقاوم الرينج ده، وتبدا تلعب فيه، تعمله اكتر، تحاول تكسب موبيليتي، تتمرن في الاند رينجز، تحاول تتمرن تمارين بتعتمد على الجيت سايكل ميكانكس، زي التمارين زي السبيل سكوات واللانجز. التمارين دي بتفيد جدا البلفيك ميكانكس. اليونيلاترال، الحاجات المعتمده على اليونيلاترال موفمنت، لو انت تمرينك ما فيهوش حركات يونيلاترال كتير ممكن تبدا تدخلها بشكل اكتر. تبدا تدخل الحاجات دي في الاكتيفيشن وورك بتاعك. فاحنا بنقول ممكن تكون انت بايزد اكتر ناحيه الاكسترنال روتيشن، فبالتالي انت لما بتيجي تحط نفسك في الجزء ده بتحط نفسك في حته انت اصلا فيها. فبالتالي انت ما تقدرش تتحرك في الرينج ده، مش عندك الرينج انك تعمل اكسترنال روتيشن في اول حركات الهيب موفمنت. فزي ما قلت لك تاني، حاول اول تمرن الجزء ده من الرينج عن طريق مثلا تمارين مقاومه عاديه، زي مثلا انك بتعمل كيبل هيب فليكشن، تعلق الكيبل من ورا تعمل هيب فليكشن. حركات زي مثلا انك تنام على ظهرك وتعمل هيب فليكشن مثلا من فوق حاجه، او مثلا في زي كون وانت بتعدي رجلك من فوق او من تحته. حركات اليونيلاترال موفمنتس زي حركات السبليت سكوات وحركات اللانجز، ممكن بتحسن البلفيك ميكانكس جدا، بتحسن حركه الريلاتيف موشن اللي بتحصل على كل مستوى هيب والتاني. وتمرن في الاند رينجز. يعني دي اكتر الحاجات فعلا اللي ممكن تفرق معاك، دي اكتر الحاجات اللي ممكن تفرق معاك على مستوى البلفيك ميكانكس، وعلى مستوى حركه الحوض نفسها. وطول ما مفيش بين يعني نقدر نقول ان ما فيهاش مشكله قوي يعني. احلى خالد، صباح الفل. اسباب الدوخه في تمرين رجلين بس، ممكن يكون المجهود شديد جدا، انت مش اخد على المجهود ده. ممكن يكون نقص املاح، ممكن تكون بتعرق كتير في تمرين رجلين. صباح الفل يا كابتن يحيى. نخش في الباور ليفتر. في الباور ليفتنج لا، ما مش بتاعتي دي. او ممكن بقى اشوف مدرب وربنا يكرم يعني. العفو عليك يا كابتن شهاب، العفو عليك. فحاول بس يعني جرب يعني، ابدا جرب قاوم ابدا اتمرن في الرينج نفسه، مرن حركه الهيب فليكشن نفسها، ابدا اتمرن العضلات اللي ممكن تكون بتساعدك على الريلاتيف موفمنت بتاعت البلفس نفسه، ان انت تبدا تعمل حركات زي يونيلاترال موفمنتس زي السبليت سكوات واللانجز، بيكونوا مفيدين جدا في الموضوع ده. لو انت بتسخن كويس وبتحس ان الالم ده راح، فهو ده حاجه كويسه. او يعني مع الوقت الدنيا هتروح، تستمر في اللعب في الرينج ده وانت الدنيا معاك هتبقى افضل. يونيلاترال موفمنتس والادكتورز او الضمه او عضلات الضمه من اكتر العضلات اللي بتحافظ على الميكانكس، او اللي بتحافظ على الثبات بتاع مفصل الحوض بتاعك. احنا دايما بيكون عندنا ليميتيشن في الانترنال روتيشن، في الاغلب بيكون عندنا ليميتيشن في الانترنال روتيشن بتاع البلبس يعني، او بتاع بقى الهيب جوينت عموما. صباح الفل يا لول، إيه الاخبار؟
طيب احنا كنا وصلنا لفين؟ انا كنت عايز اطلع بس ربنا يكرمك يا استاذ احمد. وانا اعتقد ان يعني ما جاوبت، يعني الاجابه ما كانتش كامله بالشكل الكافي، ولكن ده على حد علمي يعني، على حد علمي ممكن يكون مجهود زياده مش متعود عليه. آه، ممكن يكون تفقد عرق كتير واملاح كتير اثناء التمرين. آه، دي اكتر الحاجات اللي جت في بالي حاليا. طيب دي الجزء اللي اللي كنت عايز اقول عليه بتاع بتاع الريلاتيف موفمنت بتاع يعني احنا بنقول ان جسمنا دايما بيتحرك في تشين، او جسمنا عباره عن سلسله. لما كل ناحيه بتانفلونس الناحيه بتانفلونس حاجه تانية، يعني كل حاجه بتانفلونس حاجه تانية. والله يا لول، هو يعني حاليا ممكن نقول ان ده جزء من البودكاست، يعني ممكن نقول ده جزء من البودكاست، ولكنه نقدر نقول ان هو فردي. بحاول كده قدر الامكان، وان شاء الله يبقى فيه يعني استضافات الفتره الجايه يعني. ولكن هي بس الفكره ان هو ما اعتقدش ان مواعيدي ممكن تناسب حد، ولكن اكيد يعني هيبقى فيه قريب، يعني اكيد ان هيبقى فيه قريب باذن الله. دي الجزء اللي كنت عايز اتكلم فيه، ان هو عندنا دايما الانترنال روتيشن بيكون مصاحبه فيمر الانترنال روتيشن، فوت برونيشن. الفيمر والتibia والفوت بيحصل لهم internal rotation، والاكسترنال روتيشن بيصاحبه supination. ربنا يكرمك يا لول، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك. والاكسترنال روتيشن بيصاحبه supination، اكسترنال روتيشن في الفيمر، اكسترنال روتيشن في التibia، supination في الفوت. وهنا ممكن ناخد الجزء بتاع كابتن شهاب اللي كان بيسأل عليه، ان احنا ان هو لما بيجي يرفع رجله بيحس بطرقعة، او بيجي يعمل مثلا دواير بالهيب بيحس بطرقعة. نقدر نقول هو نيجي نسأل السؤال هو بيحسه في انهي رينج من الهيب فليكشن مثلا او من الهيب ابدكشن. فهو في ناس مثلا موضوع الهيب امبنجمنت ده كبير، يعني في اكتر من حاجة معينة بتكون موجودة في البلبس ممكن تأثر على الموضوع ده. يعني انت ممكن زي ما قلنا في الاول انت بايظد اكتر ناحية الانترنال روتيشن، يعني انت موجود في anterior pelvic tilt، والفيمر بتاعتك في نفس الوضعيه، فانت بالتالي مزنوق اصلا، فانت بالتالي الهيب مزنوقه. لما تيجي ترفع رجلك اول حاجه هتحصل ان راس الفيمر هتخبط في الاستابيلم، او راس الفيمر او الجزء ده هتخبط هنا. فانت اول حاجه عايز تعملها انك ترجع البلفس ده في مكانه، عايز ترجع البلفس ده في مكانه عن طريق مثلا تمارين زي البريسنج، التمارين اللي بتعمل فيها بريسنج، او التمارين اللي انت فعلا بتحاول تزود فيها الانتر ابدومينال بريشر، وبتحاول ترجع فيها البلفس لوضعه الطبيعي. تحط الريب كيج جوه البلفس او الستاكنج، وهي دي الوضعيه بتاعت الستاك. دي دي الفرق بين وضعيه الستاك والنون ستاك. ده الستاك بوزيشن ان انت حاطط الريب كيج فوق البلفس، وده اللي بيحافظ على البلفيك ميكانكس. ودي نون ستاك، وده هو وضع اللي بنقول عليه في الانتيريور بلفيك تلت بشكل زياده، او بيكون في مثلا زياده في التلت بتاع البلفس لقدام. وده بيصاحبه ان انت عندك راس الفيمر ممكن تتزنق في الجزء ده في الاسيتابيلم، وبالتالي لما تيجي ترفع رجلك بيبدا يحصل طرقعه او سنابنج، وممكن مع الناس يحصل بين او الم. ساعتها احنا مش بنقول ان الموضوع يعني خطير او حاجه، ولكن احنا بنحاول نحافظ على الميكانكس المناسبه لجسمك، او الميكانكس اللي انت تقدر تتاقلم معاها، او تقدر تنتج منها فورس، او تقدر تتعايش معاها عن طريق ان انت بترجع على البلفيك ميكانكس. دي اول حاجه بيقول لك الستاكينج بوزيشن، رجع الستاك بتاعك. جرب يا كابتن شهاب، معلش انا لو انا افتكرت ده مؤخرا، جرب تعمل بريسنج، او تقدر تحاول تشد بطنك وانت بتحاول ترفع رجلك. شوف برضو الطرقعه دي هتكون موجوده ولا لا. لو راحت فانت يعني هتحاول قدر الامكان انك يعني ايه ترجع البلفيك بوزيشن عن طريق البريسنج، وعن طريق البريسنج التمارين تحاول تحافظ بيها على البريسنج والانتر ابدومينال بريشر، وتحاول تحسن من الوضعيه دي. لان الوضعيه دي مش هقول لك الوضعيه دي بالذات يعني، ولكن تحاول تحسن من الريلاتيف موشن. انت فكره ان انت تحسن من من عضلات الكور، وتحسن من الفانكشن بتاعتهم، هو ده بيحسن معاك البلفيك ميكانكس، وتحسن معاك الريب كيج ميكانكس بالتبعيه. وبالتالي بتقدر تحافظ على الموشن اللي بتحصل ما بين المفصلين، حركات اليوني لاترال، او الحركات اللي فيها بتعتمد فيها على الجيت سايكل. الحركات بتاعت الجيت سايكل زي حركات اللانجز والسبليت سكوات. احاول اجيبها لحظه واحده كده. اللهم صل على النبي.
ماشي، هو دي الجيت سايكل عموما. انت بتحاول تمرن مثلا السبليت سكواتس في اي جزء من الجيت سايكل. يعني مثلا انت لما تيجي تلعب سبليت سكوات، فانت بتحرك البلفس بتاعتك او بتحرك عظمه الفخذ بتاعتك مش على ناحيه واحده في المدى الحركي بتاعها الكامل. بالتالي مع البيس الميكانيكس الصح، ومع فكره ان انت تحاول تعرف يعني برضه تاخد الرينج المتاح بتاعك واحده واحده مع الوقت، الدنيا معاك مؤكده انها هتتحسن. يعني الدنيا معاك مؤكده تتحسن. وفكره انك تمرن الرينج على حده واحده واحده، ده برضه من اكتر الحاجات اللي ممكن تساعدك. انت مش لازم تمرن الرينج ككومبلكس مع بعض، انت ممكن تمرن جزء واحد من الرينج الا وهو الهيب فليكشن، ومع الوقت الدنيا هتتحسن فيه. ولكن اول حاجه انك تحسن الستاكينج بتاعك او الستاكينج ميكانكس بتاعتك. دي دي الستاكينج ميكانكس، ان انت تحاول تحافظ على الريب كيج بتاعتك، او تحاول تحسن من قدرتك انك تخلي الريب كيج فوق البلفس عشان تحافظ على الانتر ابدومين بريشر، وتحافظ على الايه النورمال بلفيك ميكانكس. لو تخيلنا ان انت قلبت، ايه اللي حصل ده؟ لو تخيلنا ان انت قلبت الحوض بتاعك لقدام كده، فده هيأثر على البلفيك موشن بتاعتك، هيأثر على البلفيك ميكانكس بتاعتك، وبالتالي هيأثر على قدرتك على انك تعمل ستاكينج، هيأثر على قدرتك ان انت تحرك البلفس بتاعتك او تحرك الحوض بتاعك على على الفيمر او على الاستابيلم بتاعتك. اسف، الفيمر بتاعتك في الاستابيلم. طيب، فاحنا مثلا هنيجي نتخيل ان انت عملت الكيو اللي كل الناس بتقول لك عليها في الجيم، وان انت قوست ظهرك لورا وجيت تقعد سكوات. ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه هتحصل ان انت خلاص انت زنقت الهيب بتاعتك في وضع هي بتزنق فيه، او حطيت البلفس بتاعتك في انتيريور بلفيك تلت، وبالتالي زنقت الهيد اوف فيمر بتاعتك جوه الاسيتابيلم. فبالتالي انت خلاص بقيت ليميتد في رينج اوف موشن. لو انت جيت تحط نفسك في انتيريور بلفيك تلت وتيجي تلعب سكوات مثلا، انت خلاص حط نفسك في انتيريور بلفيك تلت اهو، قلبت العظمه بتاعت الفيمر، قلبت اسف البلفس بتاعتك، وان زنقته في الفيمر. هتيجي تلعب سكوات هتلاقي نفسك ليميتد في الحركه، ممكن تجيب بس اول جزء من الحركه، مش هتعرف تكمل اكتر من كده، مش هتعرف توصل لاكتر من 60 درجه من الهيب فليكشن، لان انت زنقت الهيد اوف فيمر في الاسيتابيلم. فبالتالي خلاص انت مش هتروح في وضع انترنال روتيشن وانت اصلا في وضعيه ان انت قفلت البلفس بتاعك، قفلت الحوض بتاعك. عايزين برضه ناخد فكره النيوتيشن والكاونتر نيوتيشن اللي بتحصل على مستوى البلبس. كاونتر نيوتيشن، الدنيا تمام يا جماعه؟ طيب الحمد لله ان كله زي الفل. طيب بحاول اجيب بس صوره للكاونتر نيوتيشن. فاحنا هنا عندنا برضو حركتين بيصاحبوا بيتحركوا في البلبس، الكاونتر نيوتيشن والنيوتيشن. دي الكاونتر نيوتيشن وده النيوتيشن. الكاونتر نيوتيشن بيحصل لما العظمتين بتوع الاليام دول او الاثنين اليام دول بيتحركوا لبره، بيصاحبوا اكسترنال روتيشن. يعني اكسترنال روتيشن ان انت الفيمر بتلف لبره، دي الاكسترنال روتيشن او اللي بيحصل مع سوباينيشن، اللي بيحصل مع كاونتر نيوتيشن على المستوى ده. يعني العظمتين دول بيفتحوا لبره كمان عشان تقدر دي تتحرك جوه الاستابيلم، او تتحرك جوه الايه المفصل يتحرك بحريه. طب والله الحمد لله كله زي الفل ماشي. شكرا. وهنا النيوتيشن انت عندك العظمتين بيقربوا من بعض زي هنا كده، عشان تقدر تتحرك الهيد اوف فيمر تتحرك جوه الاسيتابيلم. فهو ده الانترنال روتيشن اللي بيحصل. طيب هنرجع تاني للكلمة اللي صاحب الجيم بيقولك عليها، وبيقولك ان انت بيقولك ان انت تعمل ايه، بيقولك ان انت عشان تفرد ظهرك فانت لازم تقوس ظهرك.
انت لما تيجي تعمل كده بكل بساطه انت قفلت يعني خليت الريلاتيف موشن ما تحصلش. انت ثبتت البلبس، ثبتت الحوض بتاعك في انتيريور بلفيك تلت، زنقت الهيد والفيمر، خلاص يعني مش هتعرف تتحرك. انت عشان تتحرك انت اللي محتاج البلبس والفيمر يتحركوا مع بعض. آه، انت مش عارف تفرد ظهرك ليه؟ يعني ممكن نقول ان انت مش عارف تعمل بريسنج مثلا، وده اول حاجه بنلجا بنقول عليها. اول حاجه بنحاول نعلمها ان ازاي الشخص يعمل بريسنج. ازاي الشخص يعمل بريسنج ده بيخلي الموشن كلها على مستوى الحوض وعلى مستوى الابر بودي بتبقى ايه، بتتظبط، والدنيا بتكون آم، بيحصلوا في النورمال ميكانكس بتاعتهم. انت مثلا عندك الريب كيج او عندك السكابيلا بتنام على الريب كيج، فبالتالي لما بيكون الريب كيج في الوضعيه اللي هو بيكون فيها محافظ على الكيرف بتاعه، او الثوراسيك سباين محافظ على الكيرف بتاعه، بالتالي الريب كيج في شكل كونفكس يتحرك عليه الريب كي، او يعني الكونفكسيتي بتاعته قادر يتحرك عليها الريب كيج، اسف السكابيلا او لوح الكتف، قادر يتحرك على الريب كيج بشكل كويس، يقدر يجلايد عليه بشكل كويس. اما لو هو كومبريسد مثلا، او انت عملت كده بقى وفردت ظهرك زي ما هو، حاول ترفع ايدك لفوق، هتحاول انت تحس ان انت اصلا مزنوق، اتزنقت، كتفك اتزنق. ان انت لما جيت عملت كده انت عملت كومبريشن ورا في الريب كيج، قفلت على قفلت الجزء اللي ورا، عملت كومبريشن ورا، بالتالي قدرتك ان انت تعمل شولدر فليكشن هيحصل يعني. عشان انت محتاج اصلا عشان تعمل شولدر فليكشن، انت اول درجات من الشولدر فليكشن ان انت العضلات اللي ورا اصلا بتكون في وضع ايسنتريكلي اورينتد، او ان انت بتكون في وضع استطاله شويه، بالتالي عشان تقدر تعمل اول درجات من الشولدر فليكشن. اما لو انت عملت فيها كومبريشن من الاول، او ان انت زنقت لوحين كتفك ورا من الاول، عملت الكومبريشن من الاول، فانت بالتالي قدرتك ان انت تعمل ان انت تعمل اول جزء من الهيب من انك تعمل شولدر فليكشن، هتلاقي الدنيا مش احسن حاجه، وهتلاقي ان انت اصلا مش عارف ترفع كتفك في درجات اعلى من كده. في درجات اعلى من كده مش هتعرف ترفع اصلا دراعك، تحس ان انت عايز ترجع لورا اكتر عشان تقدر ترفع دراعك. انت عملت كومبريشن. نفس الكلام في الجزء السفلي، جرب زي ما قلنا، جرب اعمل ظهرك كده وفك بطنك خالص، ما تشدش جذعك وانزل. هتحس ان انت مش قادر اصلا تدي فرصه من الارض، وتحس ان انت اول حاجه بتحس بيها تحس بنشنج بين، او تحس ان انت في بوني بلوك، او ان انت في ايه، العظمتين بيخبطوا في بعض، فانت مش عارف تنزل، مش قادر بتحس ان انت مش قادر تنزل، تحس ان انت الميكانيكس بتاعتك ما عادش مش مظبوطه، تحس ان انت خلاص بلوكت. طيب آه، اللي احنا كده اتكلمنا عن الجزء ده، بنتكلم عن الجيت سايكل. الجيت سايكل هي احنا عندنا الجيت سايكل زي ما كنا اتكلمنا بتحصل فيها انيشال كونتاكت، رودنج ريسبونس، ميد ستانس، تيرمينال ستانس، بري سوينج. دي الجيت سايكل بشكل مختصر. الجيت سايكل هو ان انت اللي هي دوره المشي. انت لما بتيجي تمشي بتمر بكذا مرحله. ان انت اول حاجه رجلك بتبقى لسه آه، يعني انت اول حاجه من اول حركات من اول المشي انت بتحاول، اول حاجه بتحصل انت بتحط رجلك بتخطي. دي بتكون معتمده بيحصل فيها اكسترنال روتيشن اكتر، بتكون العظمه بتاعت الفيمر في اكسترنال روتيشن، الفوت في سوباينيشن. انت اول حاجه بتلمس الارض هي طرف رجلك من بره، سوباينيشن، تبيال اكسترنال روتيشن، فيمورال اكسترنال روتيشن، بلفيك كاونتر نيوتيشن. لما بتوصل للميد ستانس، او ان انت خلاص حطيت رجلك على الارض وبتلف على رجلك دي خلاص كده لجوه عشان تنقل على الرجل الثانيه، انت بتكون رجلك خلاص طبقت في الارض. انت بتكون رجلك طبقت في الارض، وفي فوت برونيشن، وفي تيبيال اكسترنال روتيشن، وفي فيمورال اكسترنال روتيشن. يعني الفيمر بتكون في اسف انترنال روتيشن، بتكون انترنال روتيشن في الفيمر وفي التibia، وفي الفوت بتكون برونيتد عشان تقدر تدي منها احسن فورس انك تنقل على الرجل الثانيه. عشان كده بيقول لك الانترنال روتيشن هي اكتر وضعيه تقدر تدي منها فورس. ليه بقى؟ يعني هديك مثال، انت لما بتشوف ناس في الباور ليفتنج مثلا، او ناس يعني بتشيل وزن تقيل في السكوات مثلا، اول حاجه بتحصل هي ني كيفنج، او ان انت ركبتينك بيقربوا من بعض. مش شرط يكون عنده مشكله، ولكن الوزن بس مجرد ان هو تقيل، لان انت عندك الانترنال روتيشن از ذا موست، يعني هي اكتر يعني بوزيشن تقدر تدي منه فورس. هو اكتر وضعيه تقدر من خلاله تدي قوه، تقدر من خلاله تزق الارض، تقدر من خلاله ان انت تعمل فورس برودكشن. لو انت بتحاول قدر الامكان بقى دايما تطلع لبره وما تعملش فوت كونتاكت وما تخليش رجلك تطبق على الارض، انت مش هتعرف تدي احسن فورس. عشان تدي احسن فورس انت محتاج انترنال روتيشن، محتاج تبقى اكوايرد الانترنال روتيشن، وعندك انترنال روتيشن كويس. وعشان كده بقول لك زي ما اول حاجه بتشوفها في الناس اللي بيشيلوا وزن تقيل مثلا في السكوات، ان انت بيحصل ني كيفنج، او رجليهم بتقرب من بعض، او ركبهم بتقرب من بعض، عشان هو بيكون بيدي فورس جامد جدا، الانترنال روتيشن ديماند عالي جدا، فبالتالي ده اللي بيحصل.
فهو رد فعل طبيعي جدا. عشان كده بنقول ان الجيت سايكل تريننج مهم. انت بتمرن الحوض بتاعك في جميع الرينج اوف موشن بتاعه، مع اول حاجه تعملها انك تحافظ على اسمها ايه، البريسنج ميكانكس. تحافظ على الريب كيج فوق البلبس، تحافظ ان انت تاخد نفس يعني تعرف ازاي تخلي الريب كيج بتاعك فوق البلبس او قفصك الصدري فوق الحوض بتاعك. ده هيخلي عندك قدرتك ان انت تعمل الكاونتر او الاسف الريلاتيف موشن اللي بتحصل على مستوى المفاصل كلها تبقى مظبوطه. اما لو انت مش قادر تعمل ده وبرضه في نون ستاك بوزيشن، مش هقول لك ان هي مشكله ولا حاجه يعني، مش هنكبر مش هنعظم، بس هتحس ان برضه مش احسن حاجه ومش اريح حاجه، والموضوع ريلاتيف من شخص لشخص برضه. ايه تاني برضه كنا هنتكلم فيها كنت محضره، ونتكلم بقى عن الابر بودي. عن الابر بودي انت انت عندك السكابيلا بتتحرك في انترنال واكسترنال روتيشن. انترنال روتيشن بنقول ان هو ده الانترنال روتيشن بتاع السكابيلا، او ان انت بتخلي السكابيلا تلف كده. الاكسترنال روتيشن انت بتعمل ريتراكشن. الانترنال روتيشن ممكن يتقال عليه بروتراكشن، الاكسترنال اللي هو ريتراكشن. طيب انت عندك العضلات بتعمل بروتراكشن، مثلا عندك حاجه زي السيريتس انتيريور، الحاجات اللي بتعمل ريتراكشن حاجات زي الترابيزيوس والرومبويدز، فهي بتعمل ريتراكشن للاثنين سكابيلا مع بعض. مش قصتنا ان احنا نقعد نشرح اناتومي، ولكن احنا قصتنا ان احنا عايزين نتكلم على الموديل نفسه او الحركه نفسها. فانت من اول حركات الشولدر فليكشن بيحصل اكسترنال روتيشن في الهيومرس، وبيحصل مع انترنال روتيشن في السكابيلا. يعني انت السكابيلا عندك بتلف لقدام مع اول درجات من الشولدر فليكشن، بعد كده بيحصل العكس، بيحصل الهيومرس بيحصل فيه انترنال روتيشن والسكابيلا بيحصل فيها اكسترنال روتيشن. وفي اخر درجات الشولدر فليكشن انت السكابيلا عندك بتنزل كده، وبيحصل احنا كنا قلنا بيحصل انترنال روتيشن تاني في السكابيلا، بيحصل فيها انترنال روتيشن تاني، وبيحصل بوستيريور تيبنج، او ان هي بتعمل ان هي البيز بتاعتها تنزل كده وبتلف لجوه عشان يحصل اكسترنال روتيشن تاني في الهيومرس، يحصل فيه اكسترنال روتيشن تاني. طيب احنا هنيجي بقى نتكلم عن الكيو اللي برضو بيتقال لك عليها كل مره. طيب احنا لو جينا عملنا كده بقى، تعالوا نتخيل لو جينا عملنا بقى ده، لو جينا عملنا اللي الشخص بيقعد يقول لك عليه، انك تعمل تقوس ظهرك وانت بتلعب عشان تحافظ ان ظهرك يكون مفرود وانت بتلعب. تعالى مثلا ناخده في كذا تمرين، في تمرين زي السكوات مثلا. انت خلاص احنا اديناها مثال، وان انت فعلا هتزنق الاستابي اللي هتزنق الهيد اوف فيمر بتاعتك او راس الفيمر بتاعتك، هتزنقها في الاستابيلا ومش هتعرف تتحرك. تمام. طيب احنا كده ادينا مثال. طيب هنيجي مثلا ناخد حاجه زي الروز. هنوصل يعني في السكوات توصل لمنطقه معينه من الهيب فليكشن ومش هتعرف تكمل. عايز اقول برضو حاجه في موضوع السكوات، هو الهيل اليفيشن، او انك تحط طار على كعبك، فده يحسن من الميكانكس بتاعتك، يحسن من الموبيليتي بتاعتك، انك بتروح في الاند رينج، بتحاول تكسب رينج مش عندك عن طريق ان انت بتعمل تول تساعدك في ان انت توصل في الرينج ده. مع الوقت ومع التمرين مع الوقت ممكن ما عادش تحتاج التول دي. عن تجربه يعني، عن تجربه ان السكوات بتاعي من غير هيل اليفيشن كان سيء جدا. الهيل اليفيشن بعد اول 4 شهور من الشغل عليها، الانكل موبيليتي اتحسنت، الهيب موبيليتي اتحسنت. مش هقول ان يعني مش هقول اني عملت كده فده كان كوز او سبب رئيسي. انا كنت بتمرن كل التمارين، اغلب التمارين عادي، والضمه والحاجات اللي اتكلمت عنها في الاول، الهيب فليكشن نفسه، حركه الهيب فليكشن نفسها، الحاجات اللي بتعمل اكسترنال روتيشن انترنال روتيشن. ولكن يعني ممكن نقول ان هي نظريه برضو، ان انت اتمرنت في الرينج كله اللي انت وكسبت رينج جديد بتول معينه، فممكن نقول ان هي ممكن حاجه تساعد مع الوقت. بغض النظر عن فكره الهيليفيشن والهايبرتروفي ان انت تعمل تورك اكتر على الني، ولكن هي بتكسبك رينج اوف موشن. يعني ممكن نقول دي نظريه. هنيجي نتكلم مثلا في اشكال زي الروينج، او اشكال ان انت في التجديف لما تيجي تعمل الحركه اللي بيقولك عليها دي. انت برضه حرفيا انت ما اديتش العضلات اللي ورا في الرينج اوف موشن بتاعها، ما حطيتهمش في ايسنتريك اورينتيشن. انت عشان تحط العضلات اللي ورا او الاور باك في ايسنتريك اورينتيشن انت محتاج تعمل بروتراكشن. خسرت البروتراكشن، ما حطيتش الاسترتش على العضلات اللي ورا. مش هقول لك يعني انت لازم تعمل استرتش ميديت هايبرتروفي، ولا انك تقعد بقى تعمل اكبر قدر من يعني تفضل بقى ثابت في الاوضاع دي او كده. ولكن هو انت برضو الجزء الايسنتريك من الحركه مهم، وفي ابحاث كتير معموله على الاسترتش ميديت هايبرتروفي وقدرها وقدر الايسنتريك، او قدر اهميه الايسنتريك تريننج. فانت بتخسر رينج، عشان اصلا تمرن عضله انت محتاج تاخدها في الرينج، في اغلب الرينج المتاح ليها، انك بتعمل السكابيولار بروتراكشن وريتراكشن عشان تقدر تمرن الابر باك بشكل كويس. لو خسرت ان انت قدرتك ان انت تعمل بروتراكشن وريتراكشن وثبت نفسك في وضع زي ده وقعدت تعمل كده، انت حرفيا ما استفدتش حاجه.
الرينج اوف موشن ضيق جدا. الحركه انك تحط العضله في ايسنتريك او في وضع ايسنتريك مش موجوده، بالتالي انت خسرت الحركه بتاعتك، بالتالي انت مش في احسن ميكانكس للحركه للموفمنت عامه. طيب ايه تاني؟ ندي مثال كمان. مثال كمان مثلا في ايه تاني؟ قلنا الروينج في البول داونز، لو جيت عملت كده برضه نفس الفكره، زنقت الاثنين سكابيلا، حددت من حركه البروتراكشن والريتراكشن، الابورد روتيشن اصلا اللي بتحصل والداونورد روتيشن اللي بتحصل في حاجه زي البول داون. انت عملت كده خلاص توصل لمرحله معينه من الابدكشن مش هتعرف تطلع اصلا، تحس ان انت اتزنقت خلاص في الابدكشن، مش هتعرف تطلع بنفس الايه، بتلاقي المكان بتاعتك مش احسن حاجه. انت عايز تحرك العضلات دايما في اغلب في الرينج المتاح نفس ليها، سواء على مفصل او سواء على عضله. قدوه قدوه أرنولد. ممكن تكون اكزاجريتد شويه من ارنولد او زياده شويه، ولكن برضو يعني آه هو صح يعني، هو صح. بس هو يعني الحركه كانت اوفر قوي ومليانه زي ما تقول عزم يعني. بس نظريا ممكن نقول صح ان هو بياخد الظهر بتاعه في اغلب الرينج اوف موشن اكبر قدر من البروتراكشن والريتراكشن. كان في جزء كبير من المرجحه، ولكن يعني نظريا نقول صح يعني. كنا وصلنا لفين؟ فادينا مثال على اكتر من حاجه، لان انت فعلا ما تسمعش كلام الشخص اللي بيقول لك حاول تفرد ظهرك عن طريق ان انت يقعد بقى يتنك في ظهرك وانبر ومش عارف ايه. لا، انت حاول انت يعني من وجهه نظري ان احنا اول حاجه نحاول ناخد بالنا منها هي الستاكد بوزيشن، نعلم الشخص ازاي يعمل بريسنج كويس. ابدا امرنه في الرينجز بشكل ريجريزد يعني مثلا هو مش قادر يوصل في اعلى قدر من الهيب فليكشن مثلا، انه مش قادر ينزل سكوات، فانا همرنه الموضوع ده بشكل ريجريسد شويه. همرنه الهيب فليكشن مثلا، ابدا امرنه على الهيب فليكشن، ازاي يعمل هيب فليكشن عن طريق مقاومه مثلا، عن طريق كابل، عن طريق حاجه ان هو بياخد الهيب بتاعه في الموفمنت بتاعتها نفسها بشكل يونيلاترال. جيت سايكل تريننج، اشوف هو ليميتد في انهي جزء من الحركه، انترنال روتيشن ولا اكسترنال روتيشن، عن طريق ده ممكن يعني حاجه زي اللانجز او السبيل سكوات في الرينج اوف موشن بتاعها كله بشكل يونيلاترال ممكن تحسن البيرفكت ميكانكس بشكل كبير جدا. الضمه، الادكتورز اكتر العضلات اللي فعلا يعني مهدور حقها شويه. هي طبعا الكور تريننج، الادكتور من اكتر الحاجات مثلا في وضع السكوات اللي بتبدا الناس تحس ان هي بألم فيها. ليه؟ لان هي مش قادره على الوضع ده، مش قادره على الوضع ان هي بتكون في وضع انت مش اخد على الوضع ان انت في ابدكشن، او ان انت فاتح رجليك مثلا، او انت في وضع عامل ستريتش على العضلات دي وشايل وزن ونازل بيه، مش متعود على حاجه زي كده. والعضلات دي ممكن تكون في يومنا اصلا مش متعوده على الاحمال دي. فانك تمرن الادكتور اصلا قبل يعني كاكتيفيشن بالنسبه لك ممكن تحسن معاك اصلا باقي الحركات. ما انت ما عندكش مشكله، انت ستراكشرلي ما فيش مشكله، بس انت مجرد ان الضمه ضعيفه ومش متعود على الاسترتش، مش متعود على ده، فانت بتغلب عما تحس ان انت بقيت كويس، او تاخد ورم سيتس كتير عما تحس ان انت بقيت تمام. طيب ممكن نتكلم في ايه تاني النهارده؟ فهي فكره ان احنا بنحاول نكسب رينج ونكنترول رينج، ان احنا بنحاول قدر الامكان نبروجريس الموفمنت، مش بنلغي الموفمنت، بنبروجريس الموفمنت عشان نبدا الجهاز العصبي يتعود عليها. حاجه زي ما قلت السكوات، ممكن نبدا نحسن الهيب فليكشن، جيت سايكل تريننج، حاجات زي الادكتور تريننج اللي بتمرن الضمه، حاجات اليونيلاترال. فالحاجات دي كلها عشان تبدا تحسن من الريلاتيف موفمنت على مستوى كل جوينت، على مستوى كل على مستوى كل جنب. لان انت دايما في الاغلب بتحس بالرخامه في الحركه على جنب واحد، لان احنا في الاغلب ساعات بنكون بايظد على ليميتيشن من الحركه، بتحس ان انا مش قادر اوصل بيها بنفس درجات الموبيليتي زي الرجل دي. كنت شايف ان هو كنت شايف دايما ان هو مثلا يقعد يقول لك الهيب فليكسرز ممكن تكون ستيف او تايت. لا، والاسترتشات برضو ممكن يكون موضوع اوفر ريتد شويه، وده مش موضوع فيديو النهارده، ولكن موضوع الاسترتشات حاجه اوفر ريتد شويه، انك تقعد تعمل استرتشات كتير قوي ممكن يكون الموضوع اوفر ريتد شويه.
ممكن حاجات تانية تكون احسن بكتير من فكره الاسترتشات. زي فكره انك تتمرن في الرينج، زي ما قلت تتمرن عضله في وضع الايسنتريك تريننج، هي نفس الفكره. هي نفس الفكره. انت في الاسترتش بتحط نفسك في في الرينج، قرب الرينج المؤلم، او يعني الرينج اللي هتحس فيه بالستفنس قربه، ولكن مش بتوصل للالم الشديد. وبتفضل فيه وقت. نفس الفكره. ما انت في التمرين بتعمل ايه؟ بتحط نفسك في رينج ايسنتريك تريننج، بتتمرن في وضعيه الاستطاله. نفس الفكره بالظبط. انت ممكن تحط بعض الايزومتريكس بس كده، انت عملت ستريتش واتمرنت وكسبت وقت. انا مش هنكر ان انا يعني كنت برضو يعني فند اوف ستريتشات قوي، او يعني كنت من الناس اللي بتحبذ الاستريتشات جدا. ولكن احنا بنتغير ومع الوقت ومع التجارب بتحس ان حاجات كتير احسن. يعني بدل ما تقعد تعمل استرتشات الهيب فليكسرز مثلا، ممكن تسخن كويس، ترفع درجه حراره جسمك وتمرن الهيب فليكسرز، تمرن العضلات الموجوده في ناحيه الهيب اللي بتعمل هيب فليكشن. هيقلل معاك الاستفلس وهيحسن معاك من الرينج اوف موشن. تتمرن في الهيب ابدكشن، تتمرن انك تحاول توصل بدرجات اكتر من انك يعني تبقى في وضعيه ابدكشن من رجليك، تحط الادكتورز في وضعيه ستريتش احسن. مع الوقت واحده واحده ومع التمرس الموضوع بيكون احسن. نفس الفكره بالظبط في الابر بودي. تتمرن في الرينجز المتاحه ليك كلها، ما تقعدش تتمرن مثلا كله روز وكله يعني كله حركات تجديد في الرينج ده والرينج ده، وناسي مثلا الرينج زي الرينج ده، ناسي حاجه زي الرينج ده مهم جدا عادي، اللي هو الاوفر هيد. البريسنج، كل البريسنج في بلين واحد. في الحركه دي، في برضه الحركه دي، حاول قدر الامكان تنوع في الرينج بتاعتك، حاول قدر الامكان تكسب الرينجات كلها المتاحه ليك وتمرن فيها، ومع الوقت تكسب رينج اكبر. ده الجهاز العصبي، احنا الجهاز العصبي عندنا بيتاقلم للستريسرز زي الاسترتش والبريشر والفايبريشن. كل دي ليها الريسبتورز اللي بتعمل ترانسميشن للجهاز العصبي، والجهاز العصبي مع الوقت بيتاقلم على الحاجات دي. انت الاسترتش عباره عن ايه؟ عباره عن استرتش، عباره عن انك بتحط العضله في استرتش في مستقبلات معينه للاسترتش. لما بتنقل الاشارات دي للجهاز العصبي ممكن يعمل انهبيشن في الاخر، فبالتالي انت بتحس بالريلاكسيشن، بالتالي بتبدا تحس ببعض الراحه. نفس فكره البريشر والفوم رولينج، والحاجات اللي بتعمل بريشر. في ريسبتورز معينه للبريشر، بتحس البريشر بتنقله للجهاز العصبي، بيحصل ادابتيشن، بيحصل انهبيشن في الاخر عشان ما يحصلش تير يعني. فهو الموضوع بيكون حاجه زي كده. يعني مثلا احنا ممكن ناخد مثال مثلا ممكن ناخد مثلا يعني انت ليه مع الوقت مع التمرين تبدا تحس ان انت يعني الرنجات بتاعتك بتكسبها اكتر من انك تقعد تعمل استرتشات. يوسف مش بنام يا اسطى، مش بنام، انا صاحي من امبارح. يعني شويه كده اصلا هنزل التمرين. ايه انا بجد والله اتمنى يكون اللايف ده مفيد، او يعني الانترودكشن البسيط ده كان مفيد. تيجي يا يوسف شويه. بص حموده، ماشي ماشي. اتمنى بجد والله ان يعني اللايف ده يكون مفيد وقدرت اوصل حاجه. لو في حد عنده اسئله ادينا فاتحين شويه. حد موجود طيب غير حد موجود غير طيب. هنقفل اللايف دلوقتي، واتمنى فعلا يعني اكون افدت بقدر. استنى ما تقفلش. طب استنى مش هقفل. هو عامة اللايف ده بعد ما يخلص هيكون متاح شوية، ثم هيتنقل على اليوتيوب، وهنزله تاني فيسبوك، بس يعني الأول يعني. فهو ملخص اللايف. دايما احنا بنحاول نكسب الرينجز كلها بالتمرين، بنتمرن في اغلب الرينجز المتاحه، بنحاول قدر الامكان نتعلم الستاكينج ميكانكس، نتعلم ان انا ازاي اخلي الريب كيج بتاعي فوق البيفس، ان انا ما اخليش ظهري يعني
مش هقول يقوس ان انا ما افقدش ان انا البريسنج بتاعي اصلا هيخلي ان انا يعني ايه قادر احافظ على البلفيك ميكانكس والشولدر ميكانكس. ان شاء الله في الفيديوهات الجايه برضه هنشرح الموضوع بشكل اكتر، ولكن انا حبيت النهارده تكون زي انتروداكشن للموفمنت اللي بتحصل على مستوى الهيب من 0 ل 60 اكسترنال روتيشن، من 60 ل 120 او 60 ل 110 انترنال روتيشن، من بعد ال 110 اكسترنال روتيشن تاني اللي بيحصل على مستوى الشولدر. من اول بنتكلم على الفليكشن برضه زي ما اتكلمنا احنا الفليكشن من صفر ل 60، فهو معتمد على السكابولار انترنال روتيشن والهيومرال اكسترنال روتيشن. من بعد ال 60 لقرب ال 120 او 110 فهو معتمد على السكابولار اكسترنال روتيشن والهيومرال انترنال روتيشن. من بعد كده فهو معتمد على تاني بيرجع في الانترنال روتيشن للسكابولا، والبوستيريور تيبنج بيحصل للسكابولا، وبيحصل انترنال روتيشن برضه ايه للسكابولا. يعني لوح الكتف بيتغير، بيحصل له انترنال روتيشن، بوستيريور تيبنج، والهيومرس بيحصل فيه اكسترنال روتيشن تاني. فاحنا قدر الامكان بنحاول نحافظ زي ما قلت على الستاكينج ميكانكس، ونحاول نحافظ ان احنا احافظ على اكبر قدر من الانتر ابدومينال بريشر، ان اقدر احافظ على البريسنج بتاعي. بتخيل مثلا ان انا بغطس او بحاول انزل النفس تحت، ما احاولش ان انا اعتمد الحركه ان انا بعمل كومبنسيشن، يعني ان انا بعوض ده عن طريق حركه تانية بتلمت الرينج اوف موشن بتاعي. فكره ان هو بيقعد يقول لك افرد ظهرك وانت بتتمرن عن طريق ان انت تقوس ظهرك، فدي اسوأ كيو ممكن تتقال، او اسوأ حاجه ممكن تتقال، ان انت تحاول تفرد ظهرك عن طريق ان انت بتقوس ظهرك. انت بتحاول تفرد ظهرك عن طريق ان انت تعمل بريسنج صح، تفرد ظهرك عن طريق ان انت تحاول تتمرن في الرينج بتاع المفاصل الجزء السفلي بتاعك بشكل كويس، بحيث ان انت تكسب رينج مع الوقت، تتمرن في الاكتيف رينج بتاعك او الرينج المتاح ليك. اتمنى فعلا يكون اللايف افاد، وانا هقفل دلوقتي اللايف. دي كانت مقدمه عن تي جي او عن القناه بتاعتنا او ذا جيرني. هي زي ما قلت في الاول، هي قناه انا بنحاول نطلع فيها زي محاضرات بسيطه ولايفز بسيطه وبودكاست وحاجات من التمرين، بعض الكيوز، بعض الحاجات نشارك بيها. اتمنى بجد يكون الفيديو افاد ولو بحاجه بسيطه. ولو حد عنده اي اسئله نفتح نفتح بتاع دقيقه كده او دقيقتين، لو حد عنده اي اسئله او اي حاجه نجاوب عليها. اتمنى بجد يكون في افاده يعني. شويه تمرين يعني. احسن طريقه للبريثنج، طيب ماشي، استنى لحظه. ماشي، هو الدايفراجماتيك بريثنج، او انت تتنفس من الدايفرام. الدايفرام هو العضله الاساسيه للتنفس اصلا، يعني العضله الاساسيه للتنفس هي الدايفرام، اللي هو الحجاب الحاجز. وهل تختلف من شكل لشكل؟ مش فاهم قصدك فكره تختلف من شكل لشكل ازاي. آه مش فاهم بصراحه دي. طيب طيب انك بتحاول تنام، بتحاول قدر الامكان تتنفس عن طريق الدايفرام، انك بتحاول ترفع الجزء ده عن طريق الحجاب الحاجز. والبريسنج ان انت بتحاول تاخد النفس. اشكال التمرين هو في الاغلب البريسنج كل واحد، يعني انت بتحاول تحافظ، يعني على حد علمي انك بتحاول تحافظ على الانتر ابدومينال بريشر. زي مثلا البار سكوات، بحاول اخد النفس جامد اكتمه جوه بطني عن طريق الحجاب الحاجز. بكتم النفس كاني هنزل تحت، كاني هغطس في الميه. بحاول ما ارفعش صدري، ما اقوسش يعني بحاول قدر الامكان احافظ على الريب كيج والبيبز، عشان كده لما بتلاحظ ناس بتنزل السكوات ما بتنزلش، بتعمل زي كده بالظبط، مش كده، لا كده. تحاول تحافظ على ده فوق ده قدر الامكان، مش كده. انت كده رجعت ده، عملت ليميت للحركه اللي احنا قلنا عليها. لا، باخد النفس، بدخل انا اغطس الريب كيج فوق البلبس. لو عايز ارجع بس هنج بسيط بنفس ولكن في نفس الوقت هم على نفس البلين، مش ده بقى على بلين مختلف. لما اقوس ظهري هما الاثنين بيروحوا على اتنين بلين مختلفين. نفس الفكره في الديد ليفت، انت بتعمل البريز بتاعك، تحس ان انت هتغطس تحت، او هتغطس في ميه مثلا. تشد اللاتس الكور، تشد اللاتس
طريق ان انت بتعمل زي تخيل ان انت حد تخيل ان حد هيحط حاجه مثلا في دراعك من هنا، بتشد اللاتس، بتنزل تاخد الحاجه، تحاول تحافظ على الفوت بريشر بتاعك، ما يعني ما يبقاش فيه اوفر اكزاجيريشن للحركه. كان دكتور ضياء موجود في اللايف، فبرضه يعني لو في اي حاجه غلط انا قلتها يعني يصلحها لي. فهو انت تحاول تاخد النفس، تحاول تتخيل ان انت هتغطس في الدكتور ضياء من احسن الباور ليفترز اللي موجودين وعلى قدر كبير من العلم، والناس اللي بتنزل بوست مفيده، فهو موجود معانا دلوقتي في اللايف. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك، ربنا يخليك. شرف ليا والله يا دكتور ضياء الحلاوي، يعني شرف ليا بجد شهادتك، ربنا يكرمك. فهو كان كابتن خالد بيسأل هو احسن طريقه للبريثنج والبريسنج. فهو البريثنج عن طريق الدايفرام، ان انت بتتنفس عن طريق الدايفرام او الحجاب الحاجز، وهي العضله الاساسيه للتنفس. فكره البريسنج بقى ان انت بتحاول تاخد النفس كبير في بطنك، بتزود الانتر ابدومين بريشر، بتخلي انت هتغطس في ربنا يكرمك يا دكتور ضياء، ربنا يكرمك. تخيل انت هتغطس في ميه، بتحاول تشد اللاتس، مثلا لو هتشيل بار في السكوات بتحاول تلوك البار عن طريق اللاتس، ما تسيبش اللاتس يعني ما تسيبش دراعك يلف لبره، وان كان عادي لو هيبقى في نفس البلين بتاع ظهرك، ولكن عشان تنزل ابرايت فانت محتاج تلوك البار باللاتس، تخلي ان انت هتفلق البار، هتشد البار نصين، بتعمل كده وبتاخد النفس كبير زي ما قلت، تحاول تتخيل انك هتغطس، بتشد كل حاجه لتحت، ريب كيج فوق البلبس، بتنزل هيب وني مع بعض، ما ترجعش الهيب لوحدها وما تنزلش بالني لوحدها، انت بتحاول تخلق الفوت بريشر في رجلك عن طريق الثلاث اماكن اللي موجوده في رجلك، بتوزع البريشر كويس، بتدرايف النيل قدام، بتطلع رجليك ركبك لقدام، وفي نفس الوقت بترجع بالهيب لورا كانك هتقعد بالظبط. ونفس الكلام في الديد ليفت. في البنش الموضوع مختلف، لان انت ممكن تكون بتفك فكره الستاكنج شويه، انك بتعمل الارش، ولكن ده مش هيأثر قوي في الابدكشن والادكشن، ولكن ما تحاولش قدر يعني في حاجه زي الباور، يعني اعتقد في الباور ليفتنج عشان تشيل اكتر وزن فانت محتاج تكون في اكبر استابيليتي، في اكبر قدر، مثلا تكون السكابيلا على بعض، بتكون انت بتكون بيقول لك تقفل السكابيلا على بعض وترفع صدرك لفوق. وان كان مثلا ممكن يكون ده مش احسن حاجه عموما، انك تحاول تحد من الحركه الطبيعيه بتاعت دراعك عن طريق ان انت بتقفل السكابيلا على بعض، فده ممكن يعرضك لبعض الاصابات اظن. يعني بيقول لك حاول تسيب السكابيلا تتحرك زي تتحرك براحتها، عشان كده بنفضل الدمبلز عموما في حركات البنش، وان كان ده يعني مش شكل يعني الباور ليفتنج بتكون حاجه سبيسيفيك. اكيد طبعا دكتور ضياء اتفضل. اكيد طبعا. طيب نعمل انفيتيشن دكتور ضياء. انفايت. ازيك يا كابتن محمد؟ ازي حضرتك يا دكتور ضياء، الاخبار؟ الله ينور عليك. انا ممكن ادير معاك الحوار، انا هسالك وانت جاوب اكيد طبعا. عشان خاطر الاسئله اللي هسالك ان شاء الله اتمنى اكون امتى يعني يختار. الله يخليك، امتى اللاعب يختار الهاي بار واللو بار في السكوات؟ الهاي بار واللو بار على حسب طول الفيمر بتاعته، على حسب طول الفيمر والتيبيا بتاعته. يعني تمام. لو الشخص مش هيقدر ويعني مش هيعرف ينزل اب رايت بسبب الميكانكس بتاعت اولا بتاعت الحوض بتاعه، بتاعت ان هو الاستراكشر بتاع الحوض بتاعه بيختلف من شخص لشخص، حسب الموبيليتي بتاعته، حسب قدرته ان هو يقدر يحافظ على البريسنج بتاعه كمان. فهو بتختلف اللور والهاي بار. دي وجهه نظري. يعني مثلا لو شخص الموبيليتي بتاعته قليله ومش هيعرف ينزل حاجه زي مش هيعرف يلعب حاجه زي الهاي بار، فبالتالي هو بيلجأ لللو بار. انا حاجات. كده لما جيت ليفتنج على كبر كان الموبايل عندي مشكله في الموبيليتي، ففعلا ارتحت في الكبر شويه، ارتحت فيه ومع كتير. الوقت لما استخدمت، بالنسبه لي برضو كنت نفس الفكره، ولكن لما استخدمت الهيل اليفيشن، او ان انا حطيت طاره تحت كعبي واستمريت عليها فتره طويله، ده حسن معايا من شفتها الموبيليتي شفتها جدا، سواء لا شفتها فعلا. سواء على الحوض او على مستوى او على مستوى الانكل. يعني حتى لو ممكن في فيديوهين ممكن اشوفهم اقارنهم ببعض قبل استخدام استخدمت الهيل اليفيشن ده مثلا قرب السنه بدات احس بتحسن فعلا بعد 4 شهور على مستوى الحوض وعلى مستوى الانكل نفسه اتحسن، مع انه بيقول لك ان هو انت لما بترفع لما بتحط الهيل اليفيشن نفسه ده ممكن يقلل من الانكل موبيليتي،
بالعكس انت بتسمح اكتر ان انت تخلي التibia بتاعتك او عظمه الساق. الساق بتتحرك قدام على الفوت او على القدم. ودي اكتر حاجه انت محتاجها، ان اصلا تعمل برونيشن او الفوت تخش لجوه عشان تخلي يحصل اكبر قدر من الدورسي فليكشن. محتاج يحصل برونيشن وان يحصل التibia تتحرك فوق لو بصينا على الفوت الفوت كده، ويحصل برونيشن عشان يقدر يحصل اكبر قدر من الدورسي فليكشن. جود. وفي جزم سكوات يا كابتن زياد بتبقى عاليه شويه من ورا. في جزم سكوات مخصوص بتتباع يعني، وحتى في مصر بتتباع جوه مصر دلوقتي، بتبقى عاليه من ورا وناشفه. اهم حاجه في السكوات الشوز يكون ناشف، مش طري يقعد ياخد ويدي معاك. عشان يكون هارد. عشان لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاجتهاد، مضاد له في الاتجاه. لو انت مثلا بتزق الارض برجلك وانت في حاجه طريه، زي مثلا بترمي كوره على السرير ما بتلقش، بترميها على الارض بتلق. فهو ده اكتر مثال. شوز الديد يبقى فلات، الديد العكس يكون فلات او حافي يعني. ده بالنسبه رقم 2. برضك تمارين الموبيليتي، يعني لو تقدر تدينا برضك تنويه عنها تسجود يعني انا بالنسبه اتكلمت عنها، للسكوات. قلت عليها في الاول. انا كنت من الاشخاص الفند قوي، او الناس اللي بتفضل قوي تمارين الموبيليتي الكتير. كنت بفضلها بشكل كتير جدا، لكن مع الوقت اكتشفت ان هي ولا قبل التمرين ولا بعد التمرين؟ انا كنت يعني بعملها دايما قبل، ولكن انا مع الوقت حسيت ان هي يعني ماضيه على الوقت شويه، او بتاكل وقت كتير. والافضل ان انا اتمرن في الرينجات المتاحه، او يعني نقدر نقول عليها مثلا وليكن حاجه زي السكوات مثلا. فهو حركه معتمده على الهيب فليكشن والابدكشن مثلا والاكسترنال روتيشن، وبيحصل الموديل نفسه الاكسترنال روتيشن والانترنال روتيشن بيحصل على مدار الحركه كلها. فانا بالتالي ببدا امرن الحركه كلها، مثلا ممكن نقول بحركات زي الهيب فليكشن بوزن مثلا، يعني انا بقاوم الهيب فليكشن. حركات مثلا زي ان انا بعمل ادكشن، او ان انا بلعب الضمه، يعني انا بقيت بلعب الضمه قبل التمرين. حركات زي الضمه، وحركات زي الكاونتر بالانس سكوات، وحاجه مثلا زي تاخدني في الرينج ولكن بشكل ريجريسد، نفس الرينج اللي انا هتمرن فيه ولكن بشكل ريجريسد. ما هي نفس فكره الموبيليتي بالظبط، نفس فكره الموبيليتي دريدز. فكره انت بتاخد الرينج ولكن بشكل ورا والاند رينج. وانت كده كده حتى بيقول لك ساعات، حتى بشوف في اي جايد لاين بيتكلم عن الموبيليتي او كده، بيقول لك انت ما تفورسش الرينج في ناحيه الالم، ما تتألمش، ما تقعدش تعمل ستريتش وانت بتتألم، لان ده ممكن يعمل ما هو ده دايما بيقول، ما هو احنا بنيجي نعمل ستريتش ما نوصلش لدرجه الالم. مش لازم نوصل لدرجه الالم، لان ده بيعمل ريفلكس سبازم اصلا، ممكن يعمل ريفلكس سبازم ان انت تخلي العضلات سباستيك. فهي نفس الفكره، انت تتمرن في رينج متاح ولكن بوزن مناسب للتسخين، مناسب ان انت بتسخن بيه. مثلا حاجه قبل السكوات، ممكن نقول حاجه زي الكاونتر بالانس سكوات، ان انت بتمسك وزن قدامك، وزن ولا زي طاره، وبتلعب بيه سكوات. ده بيحسن لك البوستيريور اكسبانشن، او ان انت تقدر توسع الجزء الخلفي من الريب كيج بتاعك ومن البلفس، وتقدر تحسن البلفيك ميكانيكس، تاخد الرينج اوف موشن، حاجه زي سوري معلش على الموبايل وقع بس. لا ولا حاجه زي الووكينج لانجز مثلا، حاجه زي اللي هو الطعن، حاجه زي الطعن من اكتر التمارين اللي انا بفضلها عموما، او بحطها في الجدول كتمرين موبيليتي اصلا، يعني موجوده في الجدول بشكل اساسي، هي والسبيد سكوات. انت بتاخد البلفس بتاعك في ناحيه واحده، بتحركه في الرينج بتاعه كله، والرجل اللي ورا بيحصل لها ستريتش، محطوطه على حاجه ورا بيحصل لها ستريتش. تمام. تمرين الضمه نفسه، بالدمبل طبعا، او حتى لو سومو ديد ليفت، او ممكن اشغله دمبل بتاع ده، او جهاز ضمه. او جهاز الدمبل، مظبوط. مش متوفر في كل الجيمات بس للاسف لو لقيته نلعب عليه. يعني لو لقيناه نلعب عليه بالظبط. اخر سؤال، هسيبك تكمل اللايف، انا داخل طبعا لا انا اصلا انا كده والله، انا كده اصلا خلصت يعني. حتى كنت عايز اسالك، لو انا كنت قلت اي حاجه غلط كنت عايز اسالك مثلا. كنت عايز اسالك كمان في فكره الموضوع اللايف، ان هو انا النهارده كان بعض الانترودكشن الخفيف، ما كانش حاجه. بس كان اكتر حاجه بنتكلم عليها اللي هو الكيو اللي بيتقال في كل الجيمات، ان انت لما تيجي تحاول تفرد ظهرك، قوس ظهرك. يعني بيقول للناس انت قوس ظهرك عشان تفرد ظهرك.
كان فيديو منتشر كده من فتره، اللي هو ان بيقعد مدرب ماشي على الناس اللي ظهرها متني شويه، فيقول له افرد ظهرك ازاي، فبيخليه يقوس ظهره في حركات زي كده، حركات زي كده. مثلا انت رايك ايه في الكيو دي او التب دي يعني بالنسبه لعلاج الانحناء بتاع الظهر عموما في الاحوال كموفمنت؟ العاديه بتلعب. مثلا هاي سكوات مثلا وظهره وهو رافع صدره لفوق ومرجع وسطه لورا مثلا. لا، ما ده ممكن يتعب معاك الحركه في الاوزان الثقيله شويه، ممكن هتلاقي في عموما ضغط على القطنيه عاليه. او غير كده فانت خلي جسمك. كمان بتخلي الريلاتيف موفمنت نفسها ما بين البلفس او ما بين الحوض وما بين الفخذ نفسها، بتحصل لها ريستريكشن. انت لما بتقلب الحوض صله. لقدام اه بتقفل المسافه ان الاستابيلا بتتحرك جوه الفيمر بتتحرك جوه الاستابيلا، تمام. فبالتالي ده بيحصل بقى زي حركات البين، او الناس تحس ان لا، هي ايه، امبنجمنت. تخش على البار، بتقيس البار بايدك الاول، وضعيه ايدك، تمسك كويس انا هتكلم بلدي ماشي، يعني سامح. زي الفل. ده انا اللي عكيت الدنيا اللي بكلمك فيه. خش على البار، ما ترموش على العظمه اللي ورا، مم. يعني تحت العظمه او اعلى الكتف الخلفي لو انت هتلعب لو بار. هو تمام في 3 مراحل، يعني هاي بار، ميديوم بار، لو بار. طبعا لازم حد برضك فهمان يوجه معاك. تمام. بتاخد البار، بتيجي داخل حاطط البار في النص بالظبط. يفضل وانت بتلعب سكوات تلبس تيشيرت قطن مش بوليستر. عشان بيتزحلق بوليستر بيتزحلق. هيزحلق، القطن هيعض في البار شويه. مفيش مانع لو انت بتلعب باوزان تقيله تحط منازي على ظهرك من ورا، بحيث برضك البار يكلبش زي ما بيقولوا. اختيار نوعيه البار، اختار البار اللي ما يلبش. في بارات فيها مرونه، امم ايوه بارات ايوه هارد ايوه. مم. ناشفه. كل ما البار يكون هارد ومحمل 2 متر 20، متر 80 قصدي، لا 2 متر 20، 2 متر 20، والبار يكون هارد، هو ده البار البرفكت. مم. ويكون خشن شويه، يعني كل ما يكون في تخشينه في النص كويس. بتخش بتظبط نفسك بالظبط في النص بعينك في المرايه، او واحد من ورا بيوجهك. تمام. بتشيل البار وتكون قافل، ارجع لورا خطوه واحده بس، او نص مم. خطوه. مم. وفي اجهزه طبعا جديده مع الاوزان الثقيله، مجرد ما بتشيل البار الراك بيجي متحرك لوحده اوتوماتيك. يتحرك لورا. اه. اه، ده الراكات اللي هي العاليه قوي في البار. تاخد نص خطوه او خطوه ورا، تبتدي تركز، بص لنفسك كويس جدا، خد نفسك، حطه تمام، حطه في المعده كويس تمام، وانزل في 4 عدات واطلع بقوه، مم. كنترول، واطلع بقوه. بالنسبه لحته بقى الصدر والجزم، يعني طبعا حسب هاي بار او لو بار، بس ما تفصلش جذعك قوي لورا، هيضعف وانت نزح عملنا في ظهرك وحش. الحزام، البلت لازم لو هتلعب باوزان، الناس اللي هتلعب باوزان، حزام. الحزام كمان مش عشان يدعم الفقرات، عشان يحمي من الفتاء، من الهرنيا. يعني مشكله السكوات في الهرنيا، خلي بالك ممكن يجي لك فتاء فيها لا قدر الله. فالحزام مهم. والحزام السكوات بيكون 13 مللي، يكون سميك، مم. يعني غير حزام الديد ليفت ممكن يكون 10. بس فدي نقطه مهمه. اخر سؤال هساله لك وهسيبك تكمل عشان انا يا مش رب اكون خلي قده، بالك، يا رب. الناس يا رب اكون معجبه قده. بيك قوي. يا رب اكون واسال قده. يوسف، يا رب واسال اكون قده. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك يا رب. قبل ما يعني ليه طلب، حاول تعرب علم الحركه. يعني انا مثلا في صيدله، الحمد لله انا راجل صيدلي من زمان قوي، كنت بذاكر الفارماسي عربي وانجليش، مم. اكلمك كده كده يعني فاهمني، يعني اجيبها احنا لك كان عندنا برضو عربي. فارماكولوجي الترم ده، اه السنه دي سنه ثالثه علاج. اه كان عندنا برضو فارماكولوجي، كانت معاناه شويه مع اسماء ادويه ومركبات. عرب علم الحركه في كمال الاجسام، عربه. احاول. اتعب فيه شويه بس هتبقى بايونير في الحته دي، لان احنا لغتنا العربيه احنا بنعتز بيها. فما صح. فيش مانع ان احنا نعرب. تمام، دي رقم. اخر سؤال، امتى اللعيب يلعب سكوات؟ يعني من الاسئله الكومن، امتى اللعيب يلعب سكوات؟ هل ممكن وهو صغير يانج خالص 11 سنه، 10 سنين، 7 8 سنين، 13، ولا لا يصبر قصد حضرتك سنه مع العمر يعني؟ مع اه العمر. اه التايمنج. بيتهيألي بيتهيألي هي حركه اصلا بتحصل حتى لو الطفل اصلا يعني انفولانتري او مش قاصد، هو بيسكوات اصلا. يعني انا الفتره دي واقف في جيم مسائي، فبيجي ناس اطفال مع ابهاتهم وبتاع، بيلعبوا الحركه دي وهم اصلا مش واخدين بالهم، تلاقيه عمال يسكوات، يطلع ينزل يطلع ينزل، ما بيحصلوش حاجه. آه، لا، فكره السكوات انا مهم اظن. من اول يوم جيم، اه. من اول يوم جيم، آه، ومن اول ومش فكره حاجه تتعلمها. مش فكره يعني احنا بنحاول نتعلمه، ولكن هو يعني في اغلب الناس بيكون بيحصل لها ريستريكشن، ولكن ده بسبب
بسبب الموبيلتي. الحياه، لا والحياه عامه بقت اغلبها قاعد، الاطفال كلها بقت ماسكه موبايلات، مفيش حركه عامه، فانت بتبدا تخسر الرينج. انت دايما العضلات بتتعامل بمبدا يوز ات اور لوز ات، نفس الكلام في الموبيلتي ونفس الكلام في الرينج اوف موشن، يوز ات اور لوز ات. بالظبط، بوزن جسمه يبتدي يتحرك الاول حركه السكوات، بعد كده اجيب له عصايه اكش، تكون عصايه خشب فاضيه او بار صغنن فاضي يتعلم عليه. انا شايف السكوات كورنر ستون في معظم التمارين. انا حتى أنا عن نفسي بهتم اكتر باليونيلاترال موفمنت، او الحركات اللي بتعتمد على جزء واحد بس من الجسم كبدايه. لو شخص فعلا نيك خالص مش بيعرف يسكوات تماما، ممكن ابدا افصص له حركه على كل لمب لوحده. نشوف له بديل. اخر حاجه اقولها لك، كان شون ري بيعاني من النحافه الشديده. شون ري ده كان بادي بيلدر معروف في التسعينات، وكان في التوب 6 في مستر اولمبيا. كان بيعاني من نحافه شديده جدا وهو صغير، وكان بيلعب امريكان فوتبول، لعبه قويه جدا. فاحد الديسكريبشن كده اللي كانت بتوصف له سكوات. السكوات فعلا ليه، حتى كنت قرات دراسه قبل كده للسكوات وعلاقته بحاجه زي الجامبز وحاجه زي الراننج او حاجه زي الجري. كان ليه علاقه برضه، كان ليه علاقه طرديه، بيساعد في الاثنين. طبعا طبعا. هسيبك تكمل عشان ما اقطعش انا خلاص، حضرتك. انا خلصت، لا لا انا خلصت لا اصلا، انا كمل يا عم، خلصت وكنت، كمل. انا خلصت والله. النهارده الحلقه كانت بسيطه، كانت انتروداكشن، كنت فاكر كله نايم اصلا يعني، انا طالع وكنت فاكر كله نايم. لا ده شرف ليا بجد، بالتوفيق. شرف ليا الناس بجد. اللي اداء ريستريكت قوي، وعارف انت زي ما بيقول الكتاب، اداء ربنا محترم. مش مشكله ربنا الوزن، يخليك. اوزان بتعلى بعد كده، بس الاداء يتدرس. فلا، ربنا يكرمك، انت من الناس المحترمه وهتفيد كتير، ويكرمك يا خلي رب يا بالك. دكتور. انا متقبلك ويكرمك. بحاجه كده يعني. ان شاء الله. ربنا يكرمك يا دكتور، ربنا يكرمك. كده عليك بس. الله يسلمك، الله يسلمك. حبيبي ده. ماشي ماشي يا حبيبي، الله يبارك. يلا، السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. صباح الفل يا شنود، صباح الفل احمداني، صباح الفل صديقي غالي. هاشتاج صباح الفل يا شنود، صباح احمداني. طيب يا شباب، احنا كده خلصنا اللايف بتاع النهارده، واتمنى بجد يكون افاد، يعني اتمنى يكون افاد الكل. وبس، محدش عايز اي حاجه. يلا، سلام عليكم.